طب السنوسي على فكرة، الملك السنوسي لعلمكم وضع افضل دستور في حينه في العالم الاسلامي كله. تغير بالدستور. الملك السنوسي كان في علاج في تركيا، بتعالج الرجل كبير في السن في حينها، يعني سنة 69 الرجل كان تقريبا 79 سنة، كان 79 سنة أظنه أو أقل شوي. هذا السنوسي الملك كان يتعالج في تركيا، فقاموا عليه بانقلاب سنة 69. لما قاموا عليه بانقلاب كان الرجل معاه سنة 69 35 ألف دولار لرحلة إيش؟ رحلة إنه الشفاء العلاج في تركيا. فلما بلغوا إنه طبعا انتقل من تركيا لليونان، لما بلغوا الانقلاب العسكري إنه تم الانقلاب عليه، عارفين شو عمل؟ شو باقي معاه من ال 35 ألف دولار اللي طالعات لحركته العلاجية؟ سلمهن للسفارة الليبية في أثينا، والرجل ما كانش معاه يتعشى، سلمهن اللي هن طالعات بصفته ملك بده يتعالج كبير في السن. لأن المدرسة السنوسية هي مدرسة إصلاحية. ولا انتم بالكم ليش رجعوا للعالم القديم الجماعة الليبيين؟ ليش رجعوا للعالم القديم؟ لأنهم بيعرفوا إنه هذا عالم التحرير، لأنه السنوسيين هم اللي قادوا معارك التحرير وحرروا ليبيا من الإيطاليين. السنوسيين، وعلى رأسهم الملك السنوسي اللي كان من أتباع عمر المختار. شو اللي صار في وكانت مهيئة ليبيا على فكرة بدستورها والتفاصيل ومقدراتها إنها ترتقي. والملك السنوسي بكل راحة يعني لما قام عن انقلاب في أثينا سلم المصاري وسمحت له مصر يجي يعيش، وكانت تنفق عليه مصر، تنفق عليه كمعاش، بس ما عندوش ولا شيء.